تخيل إنك بتدور على وظيفة، فجربت إنك تقدم في 30 مكان مختلف واترفضت من كل واحد فيهم، فيحصل لك حالة من الإحباط، فتقدم على شغلانة عامل نظافة في كنتاكي ويقدم معاك 23 شخص تانيين، فيتقبل 23 شخص من 24 وانت الوحيد اللي تترفض. حياتك كلها عبارة عن سلسلة من الفشل وانت مش عارف تعمل ايه بعد كل ده. هو ده الموقف اللي جاك ما لقى نفسه فيه لما كان شاب، وبعد عشرات السنين جاك بقى واحد من أنجح رجال الأعمال وواحد من أغنى الرجال في العالم حاليا. الفيديو ده عن قصة النجاح العظيمة لجاك ما وعلي بابا، هنعرف فيه إزاي جاك حول حياته 180 درجة وبنى إمبراطورية عالمية عملاقة من اللا شيء. ولكن خلينا حذرك مبدئيا، مش كل قصص النجاح ليها نهاية سعيدة. النهاردة احنا عارفينه باسم جاك ما، ولكن في 1964 لما اتولد في الصين كان اسمه يون، واللي معناه غيمة. وبدايته كانت متواضعة جدا. والدته كانت بتشتغل في خط إنتاج لمصنع، ووالده كان مصور. ما كانوش عائلة ميسورة الحال. جاك كان مولود في وقت ريادة الأعمال فيه كانت شبه ميتة في الصين. حوالي 90% من الإنتاج كان في إيد الحكومة الصينية، والصين كانت منعزلة بشكل كبير عن العالم، وكان عندها ملايين من شعبها في حالة شديدة من الجوع. جاك كان عنده اهتمام كبير باللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي من وهو صغير، فكان بيسمع لتسجيلات كتير لمارك توين على الراديو. المشكلة إنه ما كانش عنده أي طريقة يقدر يطور بيها مهارات الإنجليزي بتاعته. ولكن في السبعينات الصين أطلقت سياسات جديدة تقدر من خلالها تحصل على التجارة والاستثمارات الأجنبية، بجانب إن في سياح كتير زاروا الصين في الفترة دي. فجاك استخدم الفرصة دي علشان يتعلم إنجليزي، فكان بيصحى كل يوم الساعة 5 الصبح ويركب عجلته ويسوق لمدة 40 دقيقة لحد ما يوصل لفندق كبير في المدينة واللي كان فيه سياح كتير من أوروبا وأمريكا. جاك كان بيديهم خدمات كمرشد سياحي بشكل مجاني للمنطقة، وفي المقابل هم هيعلموه إنجليزي. فضل يعمل كده لمدة 9 سنين. ما كانش بيفرق معاه هي بتمطر أو بتنزل تلج، كان دايما بيحضر علشان يتدرب على الإنجليزية بتاعته مع السياح. وفي واحد من السياح دول اقترح على جاك إنه يختار جاك كاسمه الإنجليزي، ومن هنا اتعرف بجاك ما. في التوقيت ده جاك كان محتاج إنه يكسب فلوس، فكان بيدور بكل طاقته على أي وظيفة، فقدم على أكتر من 30 وظيفة مختلفين واترفض من كل واحدة فيهم. حتى لما قدم في كنتاكي عينوا 23 شخص من أصل 24 وجاك هو الوحيد اللي اترفض. اللحظة دي من حياة جاك كانت عبارة عن مسلسل حلقاته كلها فشل، حتى انه فشل في امتحانات الشهادة الابتدائية مرتين قبل ما يدخل الاعدادي، وبعدها فشل 3 مرات في امتحاناته قبل ما يتخرج، وبعدها فضل يفشل باستمرار في امتحانات قبول الجامعة. ولكن عمره ما استسلم، كان عنده دايما الإصرار والاستمرارية في التجربة لحد ما يوصل اللي هو عايزه، لدرجة انه قدم في هارفارد 10 مرات ورفضوه في كل مرة، وفي النهاية قدر انه يدخل الجامعة المحلية واللي اخد منها درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية. وبعد ما اتخرج اشتغل كمدرس انجليزي، وكان بيشتغل مقابل $15 في الشهر. في التوقيت ده الصين كانت بتتغير، الشركات الخاصة ما عادتش غير قانونية، ومن هنا شركات كتير بدأت انها تفتح. ولما جاك عرف بالكلام ده وعد نفسه انه هيبدأ البيزنس بتاعه لما يوصل لسن 30، وفعلا عمل كده. في 1994 في سن 29 جاك فتح شركة صغيرة مختصة بالترجمة، ما كانتش ناجحة تجاريا، ولكنها خلت جاك يكتشف انه بيكون متحمس جدا وهو عنده البيزنس بتاعه اكتر من شغلانته كمدرس، وبدأ يفكر في انواع البيزنس التانية اللي ممكن يبدأها. الفكرة اللي نقلت جاك جات له في أول زيارة ليه لأمريكا في 1995 لما جاك اتعرف على الإنترنت. بالرغم من إنه ما كانش فاهمه إلا إنه كان منبهر بيه. صديق ليه طلب منه يبحث له عن حاجة معينة. في الأول جاك رفض لأنه كان خايف يبوظ الكمبيوتر ومش هيقدر يدفع مقابل تصليحه، ولكن صديقه أصر، فجاك كتب أول كلمة جت في باله: بير. البحث أظهر ليه نتائج كتير لأنواع كتيرة مختلفة حوالين العالم، ولكن مفيش أي نتائج من الصين. جاك من بلد فيها أكتر من 1,000,000 شخص،
ولكنه ما لقاش أي بحث لأي خدمة أو منتج صيني على الإنترنت، وده لأن البلد كانت منغلقة على نفسها في التوقيت ده. وهنا في بذرة اتزرعت في عقل جاك، في فرصة عظيمة للشركات في الصين إنها تبدأ بيزنس مع باقي العالم عن طريق الإنترنت. لما جاك وصديقه رجعوا الصين بدأوا موقع فيه شركات صينية مختلفة. الموقع كان بسيط جدا. في أول يوم لايف للموقع صديق جاك قال له احنا استقبلنا 5 إيميلات. فجاك قال له عظيم جدا، ولكن ايه هو الإيميل؟ الموقع البسيط اللي فتحوه أثبت إن في طلب من الناس اللي في البلاد التانية لأنهم يشتروا من المصانع الصينية. وهنا جاك استقال من شغله وبدأ أول بيزنس ليه واللي سماه تشاينا بيجز. خطة جاك إنهم يفتحوا صفح أونلاين للشركات الصينية. الموقع ده هيساعد الشركات الصينية إنهم يفتحوا من خلاله صفحاتهم الأونلاين، واللي هتساعدهم إنهم يجذبوا عملاء من دول تانية. تم إطلاق الموقع بشكل رسمي في يوليو 1995، ودي كانت أول شركة في الصين مفتوحة على الإنترنت فقط. المشكلة الوحيدة إن شركات كتير في الصين ما كانش عندهم أي فكرة عن الإنترنت أصلا، فالفكرة ما عجبتهمش. الصين بكبرها ما كانش فيها في التوقيت ده غير 1 مليون مستخدم للإنترنت، ولكن جاك كان عنده خطة عن طريقها يقدر إنه يزيد الاهتمام في تشاينا بيجز. قرر إنه يستخدم مقولة لبيل جيتس واللي قال فيها الإنترنت هيغير كل حاجة في حياة البشر. سمعة بيل جيتس كرجل أعمال ناجح خلت الشركات تلتفت لفكرة الإنترنت. الفكرة بقى إن المقولة دي مش بتاعت بيل جيتس أصلا، جاك اخترعها بالكامل. كان شايف إن الناس لو شافت قد إيه بيل جيتس مصدق في الإنترنت فده هيخلي الناس تلتفت ليه أكتر. ولما بدأت المقولة دي تنتشر كان التسويق كويس جدا. الصينيين بدأوا ياخدوا بالهم من الإنترنت، ومن هنا حصلوا على عملاء جدد لتشاينا بيجز. ولكن في مشكلة كبيرة، تشاينا بيجز كانت محدودة جدا، كان فيها صور وعناوين ولكن ما كانش فيها طريقة الناس تقدر من خلالها إنها تشتري أونلاين. كانت عبارة عن قاموس من المعلومات. ده غير إن تشاينا بيجز ما كانوش عارفين يحاسبوا الشركات على خدمتهم، وكنتيجة الشركة كانت في طريقها للإفلاس. واللي خلى الأمور أسوأ إن في شركة منافسة نسخت فكرتهم واستخدمت نفس اسمهم تقريبا، تشاينا بيج. في خلال 2 جاك ساب الشركة ورجع للوظيفة الحكومية علشان يقدر يعيش من الراتب. الموضوع شكله كده مجرد فشل تاني لجاك. بالرغم من فشل فكرة تشاينا بيجز، جاك كان عارف انه في طريقه لحاجة كبيرة. في 1999 اتقابل مع 17 من أصدقائه في شقته واتكلم معاهم بشغف كبير عن الإنترنت، واقترح عليهم فكرة بيزنس تجاري أونلاين بشكل رئيسي هيكون ماركت كبير هيخلي المصانع الصينية تبيع بشكل مباشر للتجار حوالين العالم. أصدقائه قبلوا دعوته للبيزنس ده وقرروا إن كل واحد فيهم يحط مبلغ صغير ويبدأوا يبنوا الماركت ده. وهنا اتولد علي بابا. اسم علي بابا كانت حاجة غير مألوفة لأن الاسم عربي مش صيني. الاسم جه من قصة علي بابا وال40 حرامي. ده غير إن شخصية علي بابا هي اللي استخدمت الكلمة السحرية افتح يا سمسم. جاك كان معجب بالاسم لأنه كان عاوز البيزنس ده يكون عالمي، وكمان الاسم كان سهل في النطق ومعروف في لغات كتير. ده غير إن لو اسم الشركة بيبدأ بحرف A هيكون في بداية أي بحث. ومن هنا بدأ فريقه يشتغل بشكل متواصل لشهور علشان يبنوا الماركت ده واللي اسمه علي بابا. وبالرغم من إنه كان لسه في أيامه الأولى، جاك كان عنده شغف كبير جدا ودايما كان بيلقي خطابات يحفز بيها فريقه. كان دايما يقول لهم احنا مش عاوزين نكون رقم 1 في الصين ولكن رقم 1 في العالم. لما جاك بدأ في أوائل سنة 1999 كان مستخدمين الإنترنت في الصين 2 مليون مستخدم، ولكن على نهاية السنة الرقم ده هيوصل 9 مليون مستخدم، وبعدها ب6 شهور 17 مليون. وعلي بابا كان في الاتجاه الصحيح، غير ان موقعهم الجغرافي كان بيسمح لهم انهم يشغلوا خدماتهم بشكل ارخص. جاك قال علشان تخلي مبرمج سعيد في السيليكون فالي هتحتاج من $50,000 ل$100,000، ولكن بالفلوس دي في الصين اقدر اخلي 10 اشخاص اذكياء سعداء طول الوقت.
فتكلفة تشغيل علي بابا كانت قليلة لما كانوا بيبنوا الماركت. بجانب الأخبار الحلوة لجاك، في أواخر التسعينات كان في كلام كتير على الشركات الأمريكية على الإنترنت، فمستثمرين كتير كانوا بيدوروا على شركات تانية في دول زي الصين علشان يستثمروا فيها. ده خلى جاك يقابل جولدمان ساكس، واللي استثمر 5 مليون دولار في علي بابا في مراحله الأولى. وفي أكتوبر 1999 جاك قابل المستثمر ماسيوشي سون. لما جاك قابله ما اتكلموش عن الأرباح أو نوعية البزنس، ولكنهم اتكلموا عن رؤية المستقبل والشركة هتكون عاملة ازاي. هما الاتنين ما بينهم تشابه. اللي شافهم في الاجتماع ده وهما بيتكلموا قال انهم أصدقاء مقربين جدا، كانوا بيشوفوا الأمور بشكل متشابه، وهما الاتنين بيحب ياخدوا قرارات سريعة. ماس قطع وقال له أنا خلاص قررت هستثمر في علي بابا. دلوقتي جولدمان قدر قيمة الشركة ب10 مليون دولار قبل ماس بأسابيع قليلة. ماس كان بيعرض انه يستثمر 40 مليار دولار مقابل 40% من الشركة، وده معناه ان قيمة الشركة قبل دخول اي استثمار جديد 60 مليون دولار. بالنسبة لجاك انه يحصل فجأة على الاهتمام ده كان امر مشوق جدا، ومع انه كان عارف ان ده عرض استثمار كبير، جاك ما كانش عايز يبيع نسبة كبيرة من الأسهم، وبدأ من هنا يتفاوض إنه ينزل فيها. فقال له أنا عايز 20 مليون دولار مقابل 30% من الأسهم. ماس كان عايز يدفع أكتر مقابل أسهم أكتر، ولكنه ما كانش قدامه خيار تاني، فقبل عرض جاك. ولما اتسأل بعد كده عن المقابلة دي قال إن نظرة عين جاك كانت جادة جدا، وغريزتي في الاستثمار هما اللي دفعوا للصفقة دي. ولو انت شايف ان ده جنون فأهلا بيك في عالم ماسيوشي سون. ولكن اللي حصل مش جنوني زي ما الناس كانت شايفة، على العكس ده كان استثمار من أعظم الاستثمارات على مر الزمن. 20 مليون دولار اللي ماس استثمرهم اتحولوا بعد 14 سنة ل50 مليار دولار لما تعرضت علي بابا للاكتتاب العام. ونرجع ل 1999، علي بابا عندها تدفقات مالية ب25 مليون دولار، وده اللي سمح ليهم انهم يطوروا من نفسهم ويبدأوا يعينوا موظفين جدد علشان يكبروا الشركة. علي بابا كان عندها في التوقيت ده 150 ألف عضو في 188 دولة، فمن الواضح ان توصيل المصانع في الصين بالتجار والمشترين حوالين العالم اشتغل كويس جدا. فالامور بالنسبة للشركة كانت بتجري بسرعة، والشركة كمان بتتشهر أكتر بشكل أسرع. إنك تشتري من المصانع في الصين وتبيعها في دولتك معناه إن أي بزنس يقدر يحصل على منتجاته بسعر قليل جدا. الدنيا كانت ماشية في اتجاه كويس جدا لجاك. هو توقع إنهم هيكون عندهم IPO اكتتاب عام في خلال سنين قليلة، واللي معناه إنهم هيبدأوا يبيعوا أسهمهم في سوق الأسهم العالمي. ولكن في سنة 2000 فقاعة الدوت كوم بدأت إنها تفرقع، لأن شركات كتير على الإنترنت بدأت إنها تفلس، والصخب اللي كان حاصل حواليها بدأ يهدى، وقيمة الشركات بدأت إنها تنزل بشكل كبير. قبل ده كان المتعارف عليه إنك تكبر بأقصى سرعة بأي تمن، ولكن فجأة فكرة الربح بدأت تنتشر كمبدأ عند المستثمرين. وبالنسبة لعلي بابا برغم من إنهم كان عندهم أكتر من 500,000 مستخدم في التوقيت ده، فربحهم ما حصلش حتى 1 مليون دولار. ما كانش عندهم نموذج واضح للبزنس بتاعهم. الشركة كانت بتخلق مقابل كبير جدا لمستخدميها، ولكن عائدهم كان قليل. كمان التوظيف السريع بتاعهم خلق مشاكل. السيستم الصحيح ما كانش في مكانه، والمصاريف كانت بترفع بشكل سريع جدا أكتر من الربح. وفي 2001 مجلة بيزنس ويك نشرت مقالة بعنوان السجادة الحمراء لعلي بابا بتخسر ارتفاعها، وده معناه ان علي بابا قريب هتنتهي تماما. هل ده هيكون قريبا فشل تاني لجاك ما؟ مجلة تايم أطلقوا عليه انه جاك المجنون. ولكن في السنين اللي بعد فقاعة الدوت كوم ما انفجرت وشركات الانترنت قيمتها وقعت، علي بابا قدرت انها تخفض المصاريف والتكلفة، وقدرت انها تكون اكتر مرونة واكتر فاعلية، وفي نفس الوقت قدرت انها تعلي من ربحها. النقطة المحورية للشركة جات لها في سنة 2003 لما علي بابا اطلقت موقع جديد. هنا وصل جاك ما لنجاح هو عمره ما حلم بيه.
لما اي بي تعرضت للاكتتاب العام في سنة 1998 مستثمرين كتير استثمروا فيها، وفي خلال السنتين الجايين قيمتها وصلت من 2 مليار دولار ل 30 مليار دولار. اي بي كانت عايزة تتوسع في الصين، فاشتروا أكبر ماركت استهلاكي أونلاين في الصين اسمه اتش نت. دلوقتي اي بي عندها 80% من السوق، فالشكل العام بيقول ان اي بي في الاتجاه الصحيح انهم يسيطروا على السوق الاستهلاكي الاونلاين في الصين. ولكن في 2003 علي بابا انشأوا تاو باو اللي معناه البحث عن الكنز. تاو باو نفس نظام اي بي، البيع من المستهلك للمستهلك مش من المصانع للتجار زي فكرة علي بابا الأصلية. هنا جاك كان عايز شركته تسيطر على النوعين، وبكده هو أعلن الحرب على اي بي لدرجة انه خلى موظفينه يلبسوا لبس الجيش في يوم كعلامة انهم هيبدأوا معركة. جاك خلى كل الموظفين اللي شغالين على تاو باو يختاروا 4 حاجات كل واحد فيهم بيمتلكها يبيعها على السايت. حتى جاك نفسه عرض حاجات عنده للبيع على تاو باو. الفريق ده اشتغل لساعات كتير لتحسين الموقع. جاك كان بيخلي فريقه من وقت للتاني يعمل شوية رياضة بحيث يخلوا طاقتهم عالية. الفريق كان متوتر لأنهم بينافسوا شركة كبيرة زي اي بي واللي شكلها كده مهمة مستحيلة. اي بي عندها فلوس كتير وفريق أكبر، ولكن جاك كان واثق من نجاحهم، وده لأنهم فاهمين السوق الصيني أكتر من اي بي. جاك قال اي بي هي القرش في المحيط واحنا التمساح في النهر. لو احنا حاربنا في المحيط هنخسر، ولكن لو حاربنا في النهر هنكسب. بمعنى انهم عندهم ميزة ان ده بيتهم وارضهم. كمثال بعد ما اي بي اشترت اتش نت شالوا بعض الخاصيات كانوا شايفين انها ملهاش لازمة، ولكن الصينيين كانوا حابين الخاصيات دي. ده غير ان تصميم الموقع نفسه هو في امريكا، واللي كان شكله نظيف وما فيهوش حاجات كتير، ولكن الصينيين كانوا شايفينه ممل. هما بيحبوا الجرافيكس الكتير والصفح الكتير والانيميشن، بالمقارنة بتاو باو مبني من الصينيين للصينيين. كانوا فاهمين بالظبط ايه اللي المستهلك الصيني عايزه، وانشأوا سايت كان صيني وفريد من نوعه، وده خلى السايت ده يكون مشهور اكتر. ده غير ان جاك شاف ان سياسة محاسبة العميل على النقل كانت حركة مش لطيفة وهم قدروا يشيلوها. ده غير انه اخد المخاطرة وخلى تاو باو مجاني بالكامل للبائع وللمشتري، وبدل ما تاو باو هيحاسب العميل والمستهلك علشان يكسب، هو هيكسب من حاجات تانية زي الاعلانات او خدمات زيادة للمستخدمين. والمخاطرة دي رجعت عليه بعوائد كبيرة، لان لو انت ما عندكش رسوم استخدام فده هيجذب بائعين اكتر وبالتالي مشترين اكتر، وده خلق دايرة من النمو المستمر. كمان تاو باو فتح محادثات بين البائعين والمشترين بحيث يقدروا يناقشوا الاتفاقات بتاعتهم، في حين ان اي بي كان معتمد على رسوم التسجيل. فموضوع المحادثات ما بين المشترين والبائعين ما كانش في احتمالاتهم، لانهم ممكن يعملوا ديل برايفت ما بينهم فقط، وهنا اي بي ممكن ما تاخدش الكوميشن بتاعها. ولكن اكتر حاجة محبطة لاي بي كانت لما علي بابا قدم خدمة الدفع علي باي، وهي عبارة عن خدمة بتحتفظ بالفلوس بشكل آمن لحد ما العملية تتم بشكل كامل، وده خلق ثقة كبيرة جدا ما بين البائعين والمشترين. وفي سنة 2007 تاو باو كان بيمتلك 67% من الماركت، واي باي خسرت ملايين الدولارات في محاولتها لكسب السوق الصيني. جاك ما وعلي بابا هزموهم، حتى ان جاك اقنع شركة ياهو انهم يستثمروا 1 مليار دولار في علي بابا، وده ساعدهم انهم يتوسعوا بشكل اكبر واسرع. هم ما كانوش محتاجين كم الفلوس ده، ولكن فلسفة جاك انك تجمع الفلوس في الوقت اللي انت مش محتاجه، لانك لما هتحتاج الفلوس دي هيكون الوقت متأخر. في التوقيت ده تاو باو كان مشهور جدا. جاك هنا قرر انه يقسمه ل3 انواع من الاسواق. 1، احتفظوا بجزء البيع من المستهلك للمستهلك اللي زي اي باي بالظبط، ده اللي فيه الافراد يقدروا يبيعوا ويشتروا من بعض. الشراء من السايت ده بيحسسك انك فعلا في ماركت صيني، وكان بيستخدم نفس فكرة الشات في علي بابا علشان يتفاوضوا على الاسعار، والشحن كان مجاني، وكمان البائع يقدر يعرض منتجه للمشتري من خلال الكاميرا بتاعته علشان يعرض عليه شرح لايف للمنتج.
على تاوباو تقدر تلاقي تقريبا كل حاجة، لدرجة ان في اشخاص بيبيعوا حلقان فيها ناموس ميت. 2. جاك فتح مول تاوباو والمعروف باسم تي مول. ده عبارة عن بوابة للتسوق من الشركات والمتاجر بشكل مباشر زي بالظبط أمازون، وتقدر فيه تشتري أي حاجة من الخضار لحد العربية. ده أكبر مول أونلاين في العالم، وده اللي فيه البراندات الكبيرة والغالية زي أبل وبلو بيري. وهنا في التي مول علي بابا بياخد كوميشن صغيرة على كل بيعة. 3. إيتاو، متصفح زي جوجل ولكنه للشوبينج، تقدر من خلاله تقارن ما بين العروض وتلاقي عليه تخفيضات. موقع علي بابا بدأ كمتجر من المصانع للتجار وكان الأكبر في مجاله. تاوباو اتشهر أكتر منه وبقى هو الوجه اللي ارتبط بيه علي بابا مش العكس. وللسبب ده علي بابا سيطر على مجال التجارة الإلكترونية بغض النظر عن مين بيبيع لمين، فهو عنده المنصة اللي هيتم من عليها البيع، وعندهم كمان خدمة الدفع علي باي، وهي أشهر طريقة دفع في الصين، لدرجة إن في شركات تانية غير علي بابا بتستخدم علي باي. المواطنين بيستخدموها لتحويل الفلوس أو للشراء في المحلات العادية، حتى بيستخدموها لدفع فواتير المية والكهرباء. ولكن لو انت شايف ان خلاص كده جاك ما هيكتفي بالسيطرة على التجارة الإلكترونية، فالرحلة مش هتقف هنا. في 2014 مجموعة علي بابا اتعرضت للاكتتاب العام في بورصة نيويورك وجمعوا 25 مليار دولار. في التوقيت ده كان أكبر اكتتاب عام في التاريخ، وخلى القيمة السوقية للشركة تساوي مئات المليارات من الدولارات. وهنا جاك بقى مالتي ملياردير، بالإضافة لما سعر الأسهم بتاعته زادت بقى أغنى شخص في آسيا، حتى إن جاك شجع موظفينه إنهم يبيعوا بعض أسهمهم كمكافأة ليهم لأنهم اشتغلوا بجهد كبير. ومن هنا علي بابا مش بس اكتفى بالسيطرة على التسويق الأونلاين، ولكنه دخل في كافة الصناعات. دخلوا في صناعة الترفيه، الموسيقى، الفنادق، AI، الرعاية الطبية، الرياضة، حتى إنه بيمتلك البيزنس اللي تقدر تشتري منه المساحات الأونلاين في الصين. الشركة أصبحت تكتل بعد استحواذها على أنواع أكتر من البيزنس، وفي 2020 بقت شركة من أكبر الشركات في العالم. المثير للاهتمام إن في التوقيت اللي علي بابا كانت فيه معروضة للاكتتاب العام كان في شركة تانية اسمها أنت جروب، كانت شركة نسخة طبق الأصل من علي بابا ولكن في المجال المالي. وهنا جاك نقل ملكية علي باي لأنت جروب. وفي 2020 أنت جروب بقت أعلى شركة من حيث القيمة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، بيحصل عندها عمليات أكتر من شركات زي ماستر كارد وفيزا. الشركة حتى ضمت خدمات زي التأمين وإدارة الثروة، وكانت بتتعامل مع 17 تريليون دولار في 2020 لوحدها. فلما وصلت أكتوبر 2020 وأنت جروب كانت بتعلن عن الاكتتاب العام بتاعها إنه هيكون الأكبر في التاريخ. خلينا نعيد تاني لأن اللي بيحصل ده ضرب من الجنون. في 2014 جاك كان بيمتلك الشركة الأكبر في العالم في الاكتتاب العام، وبعديها في 2020 كان بيمتلك الشركة الأكبر في التاريخ في الاكتتاب العام وهي أنت جروب. ولكن قبل ما الشركة تنزل البورصة بشكل علني جاك ألقى خطاب فيه انتقد الرئيس الصيني، واللي قاله في الخطاب غير كل حاجة. في 2019 جاك ما ساب مكانه في علي بابا كمدير تنفيذي وقال إنه عايز يركز على الأعمال الخيرية، ولكن كتير شافوا إن ده بسبب ضغط الحكومة الصينية عليه، وده لأن التوتر بين جاك والحكومة زاد على مدار السنين. ولكن نقطة انفجار التوتر حصلت في أكتوبر 2020 لما جاك ألقى خطاب في شنغهاي انتقد فيه الحكومة وقال عليهم إنهم ما عندهمش رؤية للمستقبل وإن الصين ما عندهاش نظام مالي. فهنا صانعي قوانين في الصين وقبل أيام من الاكتتاب العام التاريخي لأنت جروب طلبوا من جاك إنه يقابلهم في بكين. اللي حصل بالظبط في الاجتماع ما زال لغز لحد النهاردة، ولكن الغالبية بيقولوا إنهم لاموا جاك على اللي قاله في خطابه. بعدها على طول الاكتتاب العام لأنت جروب اتمنع.
البعض بيقولوا ان الاوامر دي جت مباشرة من الرئيس الصيني، حتى ان انت جروب اتطلب منها انها تعيد تنظيم اعمال عملائها المالية وتقلل المال اللي بتضخه في السوق وتعمل شركة مالية منفصلة عنها واللي هيمتلكها شركاء ليهم علاقة وطيدة بالحكومة. والطلب كمان منها انهم يشاركوا بيانات مع الحكومة وشركات تانية، بمعنى صح انهم اخدوا من الشركة النقطة المميزة ليها. والاخبار بالنسبة للنص التاني من امبراطورية جاك ما كانتش احسن حاجة. في ابريل 2021 الحكومة فرضت غرامات على علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار لخروجهم عن قوانين مكافحة الاحتكار، واتهموا الشركة انها بتتبع السلوك الاحتكاري، وكمان طلبوا ان يتم حذف متصفح علي بابا من الاب ستور، واللي في التوقيت ده كان عنده 400 مليون مستخدم نشطين. ولكن في حاجة مش بتتقال كتير هنا على اليوتيوب للدفاع عن الحكومة الصينية. علي بابا فعلا كان بيتصرف باحتكار. كمثال كانوا بيفرضوا على البائعين انهم يمضوا على عقود خاصة بانهم ما ينفعش يبيعوا على منصات تانية، فالاتهام ده كان فيه بعض من الحقيقة، ولكن ده كان بيحصل لسنين كتير. فليه في التوقيت ده تحديدا الحكومة قررت التدخل؟ البعض قال ان ده بسبب خطاب جاك ما الانتقادي، فهم قرروا انهم يأدبوه ويرجعوا جاك عدة خطوات قليلة لانهم شافوا قد ايه القوة والتأثير اللي كان بيمتلكهم. لان مجلة بولز قالت ان جاك كان معروف بره الصين اكتر من الرئيس نفسه، والحكومة الصينية طبعا مهتمة تعرف ايه المعلومات اللي بتتنشر للناس، ده غير مشاهدتهم لجاك وهو بيكون نفوذ أكتر، خصوصا بعد استحواذه على بعض الشركات الإعلامية، فده معناه غالبا إنهم عايزين يحدوا من نفوذه. البعض الآخر قال إن الحكومة كانت بتحاول تخلي نفوذها أكبر من الشركات الخاصة، واللي من الواضح إنهم نفوذهم كشركات تك خاصة كانت بتزيد. أيا كان، كل ده خلى علي بابا يخسر 344 مليار دولار من قيمتها في السوق في خلال سنة واحدة بس، أكبر خسارة في قيمة الأسهم في التاريخ. ده غير إن الحكومة الصينية كانت بتحاول تعمل مثال من جاك، فهو تخلى كمان عن منصبه كرئيس جامعة هوبا، جامعة البزنس اللي هو بنفسه مولها. ومع انهيار إمبراطورية جاك وبشكل غامض اختفى من الظهور العام، لدرجة إن في بعض التساؤلات هل جاك حي حاليا؟ ولكن هو ظهر بعض المرات القليلة من توقيتها، زي انه يظهر في مناسبة خيرية، ولكنه من الصعب رؤيته في العلن الايام دي. ما عادش اكتف زي الاول على تويتر، وتبعا لسرية الحكومة الصينية مش معروف وضعه ايه. فاللي بيحصل مش طبيعي لجاك، لان جاك غالبا كان بيظهر للعلن، فمن الواضح ان الصين مش هتسيب له كمية النفوذ اللي كانت عنده. في يوليو 2022 خبر قال ان جاك اجبر بالتخلي عن كل سيطرته في انت جروب بعد الضغط عليه. فاللي هيحصل لجاك في المستقبل مازال غير واضح، ولكن ماضي جاك مبهر جدا. في 2013 في جامعة ستانفورد جاك قال إن حتى لليوم ده مازلت مش فاهم البرمجة عبارة عن إيه، ولغاية النهاردة مازلت مش فاهم إيه هي التكنولوجيا اللي قام عليها الإنترنت. هو قال أنا شخص بسيط جدا مع مخ غبي جدا. حتى في بعض الأوقات لما تسمع لجاك ما تحسش إن ده الشخص العبقري في البزنس، حتى إنه كان في فيديو لجاك مع إيلون ماسك كتير حس ان جاك غبي جدا بالمقارنة بإيلون ماسك، ولكن انجازات جاك بتقول انه شخص ذكي جدا. ولكن ممكن يكون جاك بيفضل الناس تشوفه في صورة قلة التقدير. لما تسأل مين اكتر شخص ألهمه، رد بدون اي تفكير فورست جامب. المقدم وقف حبة كده وبعدين سأله انت عارف انه شخصية خيالية صح؟ ولكن جاك قال You love Forrest Gump. I love Forrest Gump. But why do you like him? Simple, never give up. People thinking he's dumb, but he knows what he's doing. وهي دي قصة جاك ما وعلي بابا، وازاي شخص اترفض من 30 وظيفة مختلفين بقى شخص من أسرى أثرياء العالم. لو استمتعت بالفيديو ده فشرفنا بالاشتراك في قناة قصة وكتاب، والقصص نجاح أكتر زي قصة تطبيق زوم أو ازاي تعمل ثروة من لا شيء تقدر تشوف أي فيديو من الاتنين لما تضغط هنا، وأشوفك هناك.